كلما اقترب موعد الاستحقاق النيابي المفترض في حزيران المقبل كثر الكلام عن تأجيل للانتخابات، خصوصا أن الظاهرة حتى الساعة أن لا تفاهم سياسيا على قانون جديد. أي من الأطراف لم يعلن صراحة أن الانتخابات ستتأجل، ولا تزال الأمور في إطار الهمس والغمز والتلميح فالتحذير، مقابل تأكيد خجول على التمسك بالمواعيد الدستورية. وبحسب القانونيين فإن عدم إجراء الانتخابات في موعدها يحتاج قانونا ينص على التأجيل ويقر في مجلس النواب مهما اختلفت التسميات، تمديد للولاية أو تأجيل تقني. الظروف اللي يمكن ما توصل لأحداث خطيرة، ولكن بتخلق حالة من حالة تأثير وضغط على الناخب بتأثر على مصداقية الانتخاب، سانسيريتي دو سكروتان، يمكن يتكل عليها المشرع لتبريرها كظروف استثنائية. التأجيل التقني ما بيتأمن بحالتنا إلا إذا صار في اعتماد لقانون انتخابي جديد بيتطلب تجهيزه عبر مثلا تغيير النظام الانتخابي المعتمد من أكثر إلى نسبي أو مختلط أو غيره. ولكن بيبقى أنه نظرية الظروف الاستثنائية لجوء المشرع إلى تبقى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري اللي بده يتأكد من فعلا وجود ظروف استثنائية. الظروف الاستثنائية أو القانون الجديد إذن هما المفتاح أمام التمديد. وفي التاريخ الحديث مددت ولاية مجلس النواب 8 مرات بين أعوام 1976 و 1994 بسبب الحرب وبموجب قانون أقر، كما مدد للمجلس في العام 2005 لأسباب تقنية، وذلك بعد تعديل قانون الانتخابات. بظل وضعنا الحالي فنحن أمام القانون رقم 25/2008 اللي يسمى مجازا قانون الستين، اللي ما زال نافذ، واللي على ضوءه على وزير الداخلية انه يدعي الهيئات الناخبة في فترة اقلها 30 يوم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي، واذا لم يكن بذلك يكون عم بخل بموجباته الدستورية. على المجلس النواب ان يتدخل في هذا الشأن وان يعتمد قانون للتمديد، ولكن يستند على ظروف استثنائية حقيقية. في الكواليس يجمع أكثر من طرف على أن تأجيل الانتخابات حاصل لأن قانون الستين بات بحكم لمتوفي، والقانون الجديد لن يبصر النور قريبا. وفي ظل هذه الضبابية تبقى المرحلة المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات والطبخات والصفقات.